شايفين الفطير؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بقى نعمل جريمه ونعمل الفطير الفلاحي المشلتت كده على اصوله من اوله لاخره. هنعمله كمان بطريقتين، اسهل واسرع طريقتين ممكن تعملوهم. اختاروا بقى الطريقه اللي تناسبكم. علشان كده الفيديو ده مهم جدا من اوله لاخره، علشان مليان تكات وحاجات هتخلي معاكم الفطير مورق وطعم تحفه. ده غير تقله واحسن كتير من اللي احنا كنا بنشتريه من بره. طلع كان مضحوك علينا، بيتعمل في البيت بكل حب كده بيطلع معانا جميل. اسمعوا بقى صوت قرمشة الفطير وتوريقتها الجميلة. بصوا حلاوة الفطيرة كده وهي بتتقطع وفريش كده خالص، غير اللي بنجيبها مع شوية جبنة بقى مش وعسل وقشطة. وهدلعكم النهاردة خالص، نعمله غدا فطار عشاء، ما بيقولش لا خالص، وطعمه خطير. هشجعكم يلا بينا نقوم نعمله. مفيش احلى ولا اجمل من الفطير الفلاحي لما نعمله في البيت. اول حاجة هننزل عندي كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق، مش لازم بتاع الفطير او بتاع المخبوزات، دقيق عادي جميع الاستخدامات. كيلو من الدقيق كده في البولة عندي. وعلشان المقدار يظبط معانا هستخدم كوبايتين من المية. حطيت كوباية هنا وهحط التانية، ماشي. وهحط جنبي نص كوباية على جنب، وفي الكوبايتين دول هحط فيهم معلقة صغيرة من الملح. بصوا مش هاملاها يعني، حابة بصوا صغيرين. ومعلقتين صغيرين برضو من السكر، وبدل 4 هخليهم 2. وهحط بقى السر كله في العسل النحل. هحط معلقة من العسل على الدقيق، وممكن نستبدل الخطوة دي ونحط معلقتين كبار من السكر اللي هي 4 من الصغيرة. دي النص كوبايه او الكوبايه الا ربع اللي هحطها جنبي وانا بعجن، علشان لو احتجت، لان كل دقيق بيحتاج ميه كميه غير التانية، فاحنا هنعجن ونشوف هيحتاج تاني ولا لا. حطيت معلقه العسل في الدقيق علشان ابدا اعجن. فايده بقى العسل الابيض بيخلي العجينه تستك معايا ما تقطعش، يخلي قوامها كده مختلف شويه. البديل بتاعه طبعا معلقتين السكر. هنزل كده بالميه بتاعتي، هنزل باول حاجه كوبايتين. وممكن اعجن في العجان، ممكن على ايدينا كده بكل سهوله. انا العجين بحب اعجنه بايدي من غير الجوانتي، لان العجين بيلزق في الجوانتي وبيضايق كده، وملمس العجين بتحس بيه اكتر لما تكوني بتشتغلي بايدك. زي ما احنا شايفين كده، بصوا العجينه شكلها كده. هتحتاج تاني ميه، وفي خطوه كمان هنحط شويه من الزيت عشان يخلي العجينه معانا قوامها كده ايه طري. هبتدي احط شويه اهو من الميه، مش كل الكوبايه الا ربع، سبت فيها ربع اهو. يعني كده لحد دلوقتي استخدمنا كوبايتين ونص، على حسب كمان نوع الدقيق. في نوع دقيق بيحتاج ميه اكتر، في نوع دقيق ما بيحتاجش، فاحنا نعجن ونشوف. دي اهم خطوه عشان العجين ان شاء الله باذن الله يطلع معانا ناجح. بسم الله كده ونبتدي نعجن. العجين كده احتاج معايا ميه تاني، هنزل بالربع كوبايه اللي بقى. وممكن لو احتاج تاني برضو هنحط العجين زي ما يبقى عايز ميه نحط له. بس اهم حاجه يطلع معانا عجين ملموم كده، مش ناشف ولا بيلزق قوي، عجين وسط. رميت العجينه كده عندي، بصوا هشيل كده خلاص بقى، وابتدي اعجنها على الرخامه طبعا نضيفه. العجين كل ما يتعجن كل ما يدينا نتيجه حلو.
ويطلع معانا احلى من بتاع بره طبعا. بنفضل بقى نعجن فيها لحد ما تتلم معايا وتبقى بصوا الشكل ده، يعني طريه. بصوا مش بتقطع معايا واتلمت كلها ايه على بعض. ببتدي بقى ايه اقفلها كده، ادخلها في بعض. اهم حاجه عندي يبقى سطحها من فوق املس، وهوريكم من تحت كمان بروح مقفلها كده، واقفلها من فوق ومن تحت. بعد كده هقسمها لنصين علشان هشتغل في فطيرتين. نفضل نعجن فيها، لازم دي اهم خطوه ودي اكتر خطوه بتاخد مننا وقت. بعد كده كله ان شاء الله سهل. اقطعها بالنص عشان انا هعمل طريقتين ان شاء الله، كل طريقه منها هاخد فيها النص. انا من غير موزن كده خدت النص. بصوا هدخل تاني، هعملها كورتين. ممكن انتوا تعملوا على طول نص كيلو، يعني شوفوا لو عايزين تعملوا فطيره واحده اعملوا الكبيره دي، هتعمل معاكم ان شاء الله اهي نص، والنص التاني فطيره. بصوا بتلم ازاي، ما مش بتقطع، طريه معايا كده ان شاء الله. عجناها كويس، هنسيبها بقى ترتاح تقريبا كده من نص ساعه. كل ما تسيبوها ترتاح كل ما تديكم ان شاء الله نتيجه، بس اقل حاجه نص ساعه علشان تديكم نتيجه حلوه. بعد كده هجيب كده اول كوره اشيلها، احطها هنا بقى. حاطه زيت في البوله بتاعتي، هروح حاطه كده، اروح مغمساها في الزيت. الصواني اللي هخبز فيها الومنيوم، اللي هي بتبقى زي دي كده الكبيره دي تقريبا 36 ودي 28 اكبر حاجه فيها. انا هجيب واحده من دي واتنين من دول طريقه مختلفه ودي طريقه مختلفه. ولازم ناخد بالنا ان احنا لو هندخل صواني يبقى كلهم نفس النوع، يعني لو كلهم استانلس يبقى واحد استانلس، الومنيوم كلهم الومنيوم. عايزين تعملوا تيفال بس لازم يبقى كل واحد علشان يبقى درجه السوا واحد. طبعا احسن واجود حاجه هي الالومنيوم، بيوزع الحراره كويس جدا، بيسويها حلو معانا. انا بس حبيت اوريكم علشان تبقوا عارفين النوع اللي انا هسوي فيه. بصوا كتير اهو عندي بعد ما ارتاح. بصوا طري ازاي. هبتدي بقى اجهزه عندي عشان احطه على الرخامه. اهم حاجه يكون الفطير عندي مرتاح او العجين عندي مرتاح. انا هستخدم سمنه بلدي، ممكن تستخدموا سمنه نباتي، الزبده زبده صفراء، زبده نيوزيلندي، اي حاجه متوفره عندكم. بس معلش بعيدوا عن الزيت لان الزيت هينشف معانا العجين. هندهن، يلا بينا. بجيب حبه سمنه كده وبدهنهم على الرخامه، او شويه زبده، اي حاجه كده ندهنها علشان تغطي معانا، علشان لما نيجي نفرد العجينه تبقى سهله معانا. العجينه بتاعتي بقى هبتدي افردها لحد ما يبقى معايا مستطيل، يعني نبتدي نفردها. بصوا ببتدي امسكها كده وابتدي اشد كده الطروف بتاعتي عشان اخليها معايا مورقه التوريقه الصح بقى. بصوا ببتدي اشد كده وابتدي اعمل كده، وكل ده طبعا يبقى بشويش يعني عليها كده علشان ما تتقطعش مننا
بصوا ببتدي نفردها ونشد كده، نمسك من الوسط ونشد ونشد. شايفين الفطيرة انا فتحتها خالص خالص خالص، بصوا شايفين كده. وهبتدي بقى اوزع عليها السمنة كويس جدا. لازم نوزع عليها حبة حلوين من السمنة، ما نسيبش حتة ما نوزعش عليها السمنة كده. ونبتدي نفرد السمنة، طبعا بايدينا هتبقى اسهل عشان نبقى حاسين كده بالعجينة بتاعتنا واحنا بنفرد. شايفين كده عشان يدينا ان شاء الله توريقة حلوة كده السمنة بتاعتنا. مقدار السمنة بقى بيختلف يعني على حسب حجم الفطيرة، انتي عايزاه يبقى دسمها قد ايه. كل ده في ايدينا، احنا بنوزع وبنخلي بالنا عشان العجينة ما تتقطعش مننا، لان انا رققتها كويس جدا. وببتدي اشتغل كده بالسمنة بتاعتي وهنوصل لحد الاطراف، يعني مش هسيب حتة مش هوزع فيها السمنة. السمنة تبقى لينة معايا، مش سايحة قوي ومش متماسكة قوي برضو، بالشكل ده عشان تطلع معانا فطيرة مورقة. فين السمنة كده حطيتها كويس جدا ودهنتها على كل الفطيرة، مهمة قوي علشان تورق معانا وتدينا الطعم كده وتبقى غنية. يلا بينا بقى نقطعها. انا هعمل اكن خطين وهمي كده عشان اقسم الفطيرة تبقى في النص، وبعد كده هبتدي اخد كده وقدامه، بصوا قدام الخط ده خط برضو، وقدام خط هنا، وبصوا باجي قبل النص كده وبسيبه وبروح مكمله هنا، واجي هنا برضو اخد خط واسيب قبل النص واخلي كله زي بعض كده، وهكذا. بصوا قبل النص واروح عامله كده واسيب مسافه كده حلوه، واروح عامله كده واروح عامله جايه هنا برضو مديه خط كده. هاجي اخد الحته دي اللي انا قطعتها افردها كده واخدها، افضل ارقق فيها بالشكل ده، اروح جايباها هنا. والحته اللي انا رققتها برضو من هنا ترد عليها بالشكل ده، ونفضل نحاول نخليها شكل بعض. واروح جايه هنا اروح واخده لما الفطيره بالشكل ده ونطبقها عادي بالشكل ده، ونروح واخدين الطرف ده مترقق كده على الطرف اللي هناك برضو نقطعها. لو اتقطعت مننا مفيش مشكله، بس اهم حاجه نضمها بالشكل ده ونفردها. والحته الزياده دي انا هقطعها خالص عشان ما تكلكعليش الدنيا، وبفردها بالشكل ده واروح ملماها كده واروح واخداها على هنا. والحته دي كده وبطلع اللي تحت كده اهي. الفطيره كده جاهزه معايا، هسيبها بقى ترتاح شويه كمان عشان ابتدي احطها في الصينيه واقفلها عندي بالشكل ده كده. بعد ما ارتاحت هقلبها الاول بالشكل ده وهبتدي افردها. بصوا لما بتبقى مرتاحه بتتفرد بصوا معانا بسهوله، عشان اوسع الطبقات من جواها واخليها سمك واحد. بصوا خليها ايه سمك واحد
بالشكل ده كده. بصوا بقى جواها هوا ازاي، بصوا حلو جدا. بعد كده هبدأ ألمها كده على بعض، اجيب ده كده اجيب دي كده عشان نعملها كورة. شايفين اهي كده اتعملت عندي كورة بكل سهولة، والتوريقات بقت فيها. هاجي للصينية انا دهناها سمنة كويس جدا، وهروح حطها كده وهسيبها، مش هاجي جنبها، هسيبها برضو ترتاح وهقفل عليها بكيس. نيجي بقى للعجينة التانية اللي احنا سيبناها ترتاح تماما. هنروح بقى نفضل نفرد كده فيها، برضو هنعملها مستطيل. الطريقة دي مختلفة عن الطريقة التانية، واللي يريحكوا اكتر اعملوا بيها، يعني اللي تحسوها ان هي مريحاكوا اكتر او حاسين ان هي هتطلع معاكوا مظبوطة اكتر اعملوها. انا برضو هرققها بس مش زي التانية، هخلي فيها سمك سنة، هبتدي ارققها كده. العجينة بعد ما رققتها بالشكل ده بس ما خليتهاش رفيعة قوي، فيها شوية سمك، وهبتدي بقى اوزع عليها برضو السمنة البلدي كده. دهنتها بصوا ما سبتش حتة ما سبتهاش فيها سمنة بالشكل ده كده، هتبقى سهلة معانا اسهل من التانية. ويلا بينا بقى نلفها رول. بصوا هنبتدي نلفها رول بالشكل ده، ونفضل نلف كده ونمط واحنا بنلف، يعني نشد كده واحنا بنلف الرول بتاعنا بالشكل ده. نفضل نلف كده اهو الرول بتاعنا، نشد بصوا واحنا بنلف بنشد واحنا بنلف كده. كده بعد ما خلصت الرول عندي هقسمه على نصين، او ممكن اسيب واحدة تبقى اكبر علشان في صينية اكبر بالشكل ده كده. قسمته. ميزة بقى ده ان هو بصوا بيبقى مورق بالشكل ده، دي كده هتدينا توريقات. هناخد كل واحدة فيهم هنسيبها ترتاح ونحطها عليها كيس او اي ستريتش نقفل عليها كويس جدا، ونسيبها بقى ترتاح كمان هي كمان تلت ساعة ولا حاجة. بعد ما ارتاحت هنعمل ايه؟ هنيجي كده ونروح مقفلين الطرف ده خالص عشان ما يطلعش منها السمنة، نروح واخدينها كده. انا حاسه ان دي كبيره الصراحه، فممكن اقطع منها كمان ايه واحده كده عشان تبقى حجمها كويس، يعني ما يبقاش كبير معايا. بعد كده هروح جايبه بقى اللي ارتاحت دي وافضل افرد برضو فيها. كانت اصغر واحده عندي هعملها في دي، وهكمل بقى الباقي كله بنفس الطريقه. دي اول فطيره الكبيره خالص اللي عملتها معاكم من الاول، ارتاحت اهي خلاص. هشيل منها هحضر لها بقى الوش ايه زبده او سمنه او حته قشطه كده من اللبن، من على وش اللبن كده هتعمل معانا شغل جامد جدا ويطلع الفطير الفلاحي الاصلي. في الوقت ده انا برضو مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره خالص، هسخنه كويس، ونقلت كمان الرف خليته على اقرب حاجه للصاج من تحت، اقرب حاجه، لكن مش على الصاج، انا هحطه على الرف اللي قبل الصاج على طول، وهشغل فوق وتحت مع بعض يعني الشوايه والفرن. بس يلا بينا بقى نفردها عشان نشوف ارتاحت ازاي. هنفردها بقى ازاي؟ هنيجي من النص كده وهنبتدي ناخدها نسحبها، بس نبدا من النص، ما نخليهاش رفيعه قوي. بصوا بقى عشان مرتاحه معايا بتتفرد بكل سهوله. بوزعها بس ما ينفعش من الاطراف، نبدا من الاول علشان الاطراف لو احنا سحبنا من الاطراف الاول
هتيجي نسحب اللي في النص هنلاقيها مش جايه تسحب معانا والعجينه بتاعتنا تدخل في بعض. فبصوا، وبحاول اخليها ايه نفس السمك، يعني ايه افرد واشوف السمك بقى واحد ولا لسه كده. نمشي بالترتيب. انا فردتها السمك، بصوا مليان شويه، مش مخليها رفيعه علشان تديني طبقات حلوه كده. بعد كده بقى هديها دهنه بالسمنه والقشطه. دي بقى الفطاير التانية، بصوا حطيتها كده وسايباها بقى ترتاح. والتانية اهي الكبيره بتاعتي عملتها وحطيت على وشها شويه سمنه وشويه قشطه. اللي مش متوفر عنده قشطه يحط زبده او سمنه، الاتنين هيبقوا حلوين قوي معاهم. اهم حاجه عندي ان الفرن يبقى سخن، مهم جدا الفطير يدخل والفرن سخن. انا سخنت الفرن وهدخل اول، بعد كده اجهز دول وادخلهم بعديها على طول. انا سخنت الفرن كويس، شايفين شغلت من فوق ومن تحت. وهدخل بقى عندي بسم الله، وهنسيبها بقى ولازم عينينا تبقى عليها. هي كده وهي في الفرن بصوا هتبتدي تنتفخ بقى عشان تورق بقى ويبقى فيه طبقات. الفطيرة ابتدت تتنفخ ازاي؟ شوفوا الهوا جواها ما شاء الله، لسه اللي تحت هيتحمر. لازم نبقى متابعينها كويس جدا ونلفها كده عشان ايه الحرارة تتوزع. شايفين بصوا ده هوا. ودول التلاتة فردتهم على حسب بقى ما يجيبوا، يعني ما تفردوهوش يبقوا رفيعة قوي. بصوا يبقى فيها كده ايه سمك، مش تبقاش رفيعة قوي. واول ما الفطيرة اللي جوه تطلع هدخل دول على طول. نقطعها فوق شوية عشان احمر وشها لان هي كده خلاص استوت. بصوا الحلاوة بقى. هنعمل ايه بقى؟ هنروح مغطين عليها عشان نكتمها. غطيت عليها بالشكل ده كده، وبعد كده هشيلها احطها في كيس علشان تحتفظ بنفسها وتعرق. كده دخلت خلاص التانيين وعليت بقى درجة الحرارة وخليتها قريبة مش شوية عشان تاخد وش حلو من الاول. بقى هدخلها في الكيس كده واقفل عليها كويس جدا علشان تعرق. الفطاير الصغيرة اهي برضه نفس الكلام، دخلتها مشغلة الشواية. الفطير بقى طلع، حطيت على وشه كمان شوية سمنة عشان ده انا ما حطيتش على وشه. احط على وشه بقى وهعمل حركة بسيطة، احط الصواني فوق بعض علشان يعرق كويس. حطيت بقى الفطير على بعضه كده، وبعد كده حطيت ما بينهم كيس تلاجة، فتحتها وحطيتها وهقفل عليها كويس جدا عشان تعرق بقى وتبقى طرية معايا وطعمها لذيذ. حطيت الفطير على بعضه الصغيرة والكبيرة على بعض وقفلت عليهم علشان يعرقوا كويس. شايفين الفطير؟ بصوا بقى جمال الفطيرة وتورقتها من جوه ولونها، وغير طبعا السمنة البلدي اللي احنا عاملينها بايدينا كده وريحتها مفحفحة في كل حتة، ده غير السمك اللي ما بقاش موجود دلوقتي خالص ولا القوام ده. بصوا شكل الفطير يفتح النفس ازاي، وغير كده تفاصيله بسيطة جدا ومش هياخد مننا مجهود كبير، بالعكس هياخد مننا وقت بسيط بس النتيجة فوق الرائعة. بجد هنحس ان احنا كان مضحوك علينا في الفطير اللي احنا بنشتريه دلوقتي، مش زي بتاع زمان خالص. وتعالوا بقى واسمعوا جمال وقرمشة الفطيرة. وكمان وريتكم الطريقتين، اللي عايز يخليه توريقاته كتير يعمله بالطريقة دي بالطريقة الأولى، واللي عايز توريقاته تبقى أقل شوية يعملها بالطريقة التانية. وكمان سمك والحجم احنا اللي بنتحكم فيه. وبصوا بقى مع
الجبنة المش كده معمولة بكل حب، والقشطة بقى وشوية العسل دول كده أكلة. يعني أنا الصراحة ساعتها اتغديت وتعشيت بالفطير، واللي بيتبقى بنشيله في الفريزر في كذا كيس بيحافظ على نفسه جدا. بصوا دي الفطيرة اللي هي الصغيرة، بيبقى جميل جدا ومورق برضو. بنشيله بنحفظه في الفريزر، بنقفل عليه كويس، بنحطه في كذا شنطة عشان ما ياخدش اي ريحة، ويا دوب بنسخنه في الفرن او في الميكرويف بيطلع معانا زي القلب.